السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ طبعا هسه دنيا العصر يعني بدت دين المغرب ان شاء الله، وراح نراويكم هاي المحمية مالتنا الموجودة ان شاء الله. خارجية هاي شوفوها، وهسه راح نطبلهن طبعا ونعطيهن ماي واكل وننظف الاكل مالتهن نصيرات لك خويسة. هسه شوف هذا مال البلابل شلون صار وسخ، وهنا طبعا عندك هنا بيضات، وهذا اكو عيش جديد هنا مسوياته وفد وسخ ووسخ ومدري شني. هسه راح نطبلها. واليوم موضوعنا عن الطيور المشحمة. شوف هذا هو الواحد، هاي هو هذا الزوج اللي طبعا مشحم كلش عندي. هذا هاي ما يقدر يطير، مشحمة، والفحل مالتها استوى طار عودها السنانة هم ما يقدر. بعدين لازم شو يسوي له، يعني مثل ما تقولون نعزلهن. يعني احنا طريقة عندنا الى طيور المشحمة شو نسوي لها؟ نخفف الاكل مالتها، يعني ما نعطيها اكل دسم بعد يعني هيك، او نخليه له مكان واسع على مود فانا عندي طيور يعني محمية كاملة. يعني شو اسوي؟ لازم اعزلهن وبقفص واحدهن هاي الطيور المشحمة، واعزل عنها الاكل، اخلي فقط الدخن والماء، يعني ما اعطيها يعني خبطة عندي والخادجة الثانية الموجودة ما اعطيها اياه، على مود شنو ما يسبب عندنا للباقي جفاف. يعني لا اعطيت، يعني لا خليت بالمحمية كلها ما اعطيتها اكل، وهذا صيف، على الاقل الزوج المشحم عندك عزله احسن ما تمرد لك محمية كاملة. طبعا هسه راح نطب ونشوفكم باقي المحمية. هاي المحمية كالمعتاد. شوف هذا المسبح مالت الوسخ، وهذا الاكل مالتنا هم واحدين. هاي وسخة، هاي وسخة، هاي ان شاء الله هسه راح ننظف ونجي طبعا مع الشاشات كلهن الحمد لله والشكر. هذا مال العيش، ما ادري شنو قبور، ما ادري شنو، مين طابات، مين طالعات، فبيضات. شوف الحمد لله. شوف هذا يا مبيض انا الحمد لله والشكر. ما ادري شلون مع شاشات، ورغم والله شوف القواص. شوف البيوت، عينكم ما اشوف البيوت. شوف هاي الدنيا ظلمه بالنادي. شوف خاف تقول ما مسوي بيوت. شوف البيوت كلها مسويها. شوف وين جاي. يلا بداية خير ان شاء الله. شوف هاي شلون نظفنا هذا الماي، نظفناه الحمد لله والشكر. وهاي هم نظفناه هنا الماي، هاي المشربية، وهذا الاكل خليناه هنا الحمد لله. هذا طبعا مال البلابل. ونرجع هنا هذا الخضرة خليناه، وهذا المسبح من الساعة شفت الوسخ هذا يا الحمد لله والشكر. ونرجع لموضوعنا، موضوع التشحم. طبعا موضوع التشحم طبعا قلنا لكم عنه بالفيديو هذا. شوفوا هذا موضوع التشحم. هاي مشروع التشحم، يعني لازم لو تعزلها، لو تموت الطيور من الجوع، يعني تخلي بس اكل واحد هو الدخن، وفترات قليله يعني وقت واحد، على مود شنو الطير يجوع ويضعف الطير يكون ومكان واسع. فانا عندي يعني مجموعه من الفناجس، يعني ما اقدر اجوع الطيور كلها، وانا عندي زوج طبعا من الزوجين عندي هو موضوع التشحم. فانا ايش راح اسوي ان شاء الله؟ هذا زوج وهسه هذا موجود هنا طبعا تفترن هنا، وتقريبا عندي بنت، تقريبا عندي ثلاثة، يعني زوج وفرد يعني موجود عندي تشحم بيهم. هذا واحد شوفوا ما يقدر يطير، هذا واحد شوفوا هذا ما يقدر يطير طبعا، فانا لازم اعالجه ان شاء الله. وهذا واحد شوفوا هنا طبعا ان شاء الله راح وين نخليه قفص صغيرون، وطين وجبه واحده دخن هي فتره الصبح، وفقط ماء على مود يضعف منها مده 10 ايام على ما يروح التشحم، والدور بعدين اصعده والطيور. فانا ليش اعطي الطيور كلهن؟ شوف هسه خطيه يطفر منا ويرد منا. فاحنا موضوع التشحم لازم نقضى عليه ان شاء الله، احنا وياكم ان شاء الله نقضى عليه وبالتدرج ان شاء الله. طبعا شوفوا عندي هواية طيور متشحمة ان شاء الله راح اعزلهن بقفص واحدين، ووجبة واحدة اعطين ووجبة الصبح، وما اعطي كميات هواية، كمية قليلة على مود الطير يجوع وبعدين شو يسوي؟ يقوم يضعف شوية شوية. وان شاء الله نوافيكم فيديوهات بعد ان شاء الله. وهذا العنوان الحلقة هو التشحم، وإن شاء الله نوافيكم فيديوهات بعد أكثر وأكثر للتوضيح. خاف هذا الفيديو ما واضح عندكم، بالفيديو الجاي أوضحكم بعد أكثر إن شاء الله. لا تنسونا باللايك والاشتراك، لا تنسونا باللايك والاشتراك. هذا واحد
وهذا 2 وبعد أديه الثالث طبعا استوى صعد هذا وياه. هذا شوفوا، فاحنا لازم هذني نقضي عليهن إن شاء الله من التشحم ومن الهوسة مالتهن إن شاء الله. لا تنسوا الدعوة.